اليوم رح نحكي عن تجربة ممكن تكون من أصعب التجارب يلي منمر فيها، لما شخص مهم بحياتنا يختفي فجأة بدون أي مقدمات، بيترك وراء فراغ كبير وأسئلة ما لها جواب. أنا متأكد إنه كتير منا عاشوا هالموقف المحير والمؤلم، موقف بيخلينا ندور في حلقة مفرغة من الأسئلة ونحاول نلاقي أي تفسير يمكن ما يجي أبداً. يعني كان جزء أساسي من يومنا، أول شخص منفكر نحكي معه ونشاركه تفاصيلنا وأفكارنا الصغيرة والكبيرة. وبعدين بلحظة واحدة كل شيء بيتوقف، كأنه هالشخص تبخر وكأنه ما كان موجود أصلاً في حياتنا. كل اللي بيبقى هو الصمت، لا في رسالة وداع ولا مكالمة أخيرة ولا حتى كلمة واحدة تشرح السبب وتريحنا شوي. طيب هون السؤال الأهم اللي بيشغل بالنا كلنا، ليش بيعملوا هيك؟ خلونا نتعمق شوي ونحاول نفهم الأسباب الحقيقية وراء هالتصرف الغريب. أول شي بيخطر ببالنا هو إنه عملنا شي غلط وإنه اللوم علينا، بس الحقيقة في أغلب الأوقات بتكون أعقد من هيك وما لها علاقة فينا بشكل مباشر زي ما بنتخيل. تمام، خلونا نبدأ بأول سبب، وهو سبب مهم جداً بس دايماً بننساه. الموضوع مش عنا أبداً، الموضوع كله عن اللي بيمر فيه الشخص التاني بعالمه الداخلي. لما ضغوطات الحياة بتزيد عن حدها والمشاكل بتصير أكبر من قدرتهم على التحمل، بعض الناس ردة فعلهم الطبيعية هي إنهم يبنوا حواليهم سور وينسحبوا من كل الناس. هاي طريقة بدافعوا فيها عن حالهم، مش هجوم شخصي موجه إلنا. وهلأ مننتقل لسبب تاني، سبب يمكن يكون مباشر أكتر ومؤلم أكتر، مع إنه قليل جداً لينحكى بصراحة. بصراحة أحياناً الجواب بيكون أبسط شيء، بيفقدوا الاهتمام. يمكن ما عندهم الشجاعة أو حتى الرغبة يواجهونا ويحكوا هالكلام مباشرة، بس تصرفاتهم بتحكي كل شيء. الرسائل اللي بتقل شوي شوي، المكالمات اللي بتختفي، كلها علامات واضحة إنه العلاقة تغيرت تماماً. وهون منوصل للسبب اللي ممكن يكون مفاجئ جداً واللي ما حدا بيحكي عنه كتير. هالسبب له علاقة فينا، بس مش بالطريقة اللي منتوقعها أبداً. فكروا بهالجملة شوي، هي فكرة قوية ومؤثرة جداً. أحياناً الناس ما بيختفوا لأنهم بيكرهونا، بالعكس بيختفوا لأنهم مش قادرين يتعاملوا مع نجاحنا. يعني أي تقدم بنعمله بحياتنا سواء بالشغل أو بحياتنا الشخصية ممكن يتحول لمراية بتوريهم نقاط ضعفهم بنظر حالهم، وهالشعور بالنقص وعدم الارتياح بيكون مؤلم لدرجة إنه الاختفاء بيصير أسهل حل لإلهم من مواجهة هالمشاعر. طيب بعد ما شفنا كل هاي الأسباب، منوصل للنقطة الأهم، كيف لازم نتعامل مع هالموقف الصعب؟ هاد هو السؤال اللي بياكل راسنا، منضل نعيده ونزيده، منصير نحلل كل كلمة انحكت وكل موقف صار، ومندور بيأس على الغلطة اللي عملناها وكانت السبب. بس اسمعوا هاي منيح، النقطة اللي لازم نتذكرها دايماً هي إنه في كتير أحيان الموضوع ما إله أي علاقة فينا. قرارهم بالرحيل نابع من صراعاتهم هم، من مشاكلهم، من ظروفهم الخاصة اللي إحنا ما بنعرف عنها شي. يمكن هاي الفكرة هي اللي بتحررنا أكتر شي. كل شخص بحياتنا له دور معين، ولما ينتهي هالدور بيطلع من المشهد. لما نتقبل هاي الحقيقة منقدر نشيل عن كتافنا حمل اللوم الذاتي الثقيل، ونكمل حياتنا بسلام ونفتح صفحة جديدة.